السلام عليكم أصدقائي. ندخلوا في الفراجة مباشرة. أسماك الدري بما أن هذا الموسم ديالها والظروف ما ساعدتناش باش نصيدوها، فاختاريت هذا الفيديو اللي خاص بهذه السمكة. سمكة محبوبة الجماهير، والسمكة الثانية اللي غتكون المفاجأة ديال هذا الفيديو، واللي ما غنكونش متوقع أنني غنلقاها في هذا المكان، ولا تكون عندي أكبر صدفة، وبالأخص في هذه السفينة الغارقة اللي كانوا فيها العديد من المفاجآت. فهي سمكة الدانتي. كما كتشوفوا أصدقائي، فالسمكة يعني مركزة على الصيد ديالها، وهذا هو المعنى الحقيقي ديال الصياد. صياد. فأنا صيد الدانتي اللي هو معروف من أسماك الصيادة. كما كتشوفوا يعني نخيض طريقة، يعني الوقفة اللي مركز بها على الأسماك. كما غتشوفوا يعني الحمد لله كان من النصيب. كما غتشوفوا يعني الدانتي صعيب باش كنصيدوه، بالأخص في المناطق اللي كنصيد فيها. وكان هذا من اكبر الاسماك الدانتي اللي صيدت، يعني كان اكبر وزن هو 12 كيلو اللي ما كشفش يعني نطلعو. كشف واحد الصديق هو اللي لقاه في الماء، يعني ديك روشاليه ولقاه، كان من النصيب ديالو. وكان ثاني اكبر سمكه اللي غنخلي لكم في الاخر الوزن ديالها الحقيقي اللي غادي تشوفوه يعني بالميزان. وخلوا لي في التعليقات التقديرات ديالكم شحال ممكن ان يكون في هذه السمكه، وفي الاخير ان شاء الله تلقاو في الوزن ديالها الحقيقي. فيدور ما عمرك ما تخيل شنو ضربت فيصل. والله ما تخيل شنو ضربت سير داغي. كيف ما سمعتوا أصدقائي، طلبت من الصديق البيدو اللي هو مثابة الساكاميرو اللي كربطوا فيه الأسماك، وبالأخص أسماك الميرو والبطيخو. أنا أصدقائي نستعملوا نفس العملية، لكن الخيط غادي يكون مرخوف باش ما نزيرش على الدانتي، لأن كما كتعرفوا الدانتي فرا اللحم ديالو رطب وكيتقطع بسهولة. دانتي غليظ في شي 7 ولا 8 كيلو وكثر. شي 7 ولا 8 كيلو. عمرك ما تخيل جالس. انا نوريك الموضوع. ها سير لي دايك في زين الاخر فيصل. في زين الاخر سير لي. دانتي في شي 8 كيلو. ما عمرك جالس بين الحديد والحديد مسمط العظامه باش لو كان جات الدار مشيت وجيت ورا ظهره او بعيد وشيرت عليه. حيت دار تخشى تحت الحديد وجاب الدار وطلع لفوق، خاصها تخش وسط الحديد داخل. سير قدام وقف مع الباريه باش يلاه تجي عندي. وبالتجربة المتواضعة ديالنا، فكما سمعتوا قلت للصديق أن الوزن ديال السمكة ما بين 7 كيلو 8. خلوا لي نتوما في التعليقات من بعد ما غادي نشوفوها دابا في هذه اللقطه شحال الوزن ديالها اللي ممكن يكون، وبالاخص لاصحاب الخبره. وفي اخر الفيديو يعني عبرتها بالميزان، وغنخلي لكم الوزن ديالها الحقيقي، يعني الوزن ديالها بالضبط شحال كان فيها. وكيف ما كتعرفوا اصدقائي، يعني بعض المعلومات للمبتدئين، ففي الاعماق اللي كتكون كبيره شويه في الاسماك ولو انها كتكون كبيره كتبان صغيره شويه. وهذه اصدقائي الطريقه اللي كنت كنهضر عليها ديال العقده ديال الخيط ما بين الخيط والسبيب. هنا الدور ديالها في كيكون يعني بهذه الطريقه كتفتح بسهوله بلا ما نحتاج لا سكين لا والو. كما غتشوفوا اصدقائي يعني كتشد من الخيط كتجبد كتنصاد السبيب. وهذا الشيء حتى الله يحفظ الا وقع شي حادث وتخبى لك الخيط فراه كتكون سهله باش كتحل. الحمد لله تيسر. غليظ واحد 7 ولا 8 كيلو. سير نزل الفيديو هو الاول سير. الفيديو الفيزيك. ذكرت اصدقائي انني صيدت واحد السمكه ديال الدانتي اللي كانت فيها 12 كيلو، والبعض غيتسائل باش عرفت الوزن ديالها وكيفاش ضاعت ليا. كما قلت لكم اصدقائي يعني السمكه هذه فهي عنيده واللحم ديالها رطب بزاف، فصيدتها يعني كدير واحد المقاومه في الاول، من بعد يعني كترخى، يعني من بعد كتموت، والاغلبيه كتشرق لها البطن ديالها واللحم ديالها كامل جيت البطن الامعاء ديالها كلشي كيتقطع. فصيدت سمكه كبيره، وفي اللحظه اللي كنت كنجمع فيها يعني ما بقاش كتقاوم، وبقيت كنطلع. الخطا اللي درت هو انني بديت كنطلعها بالموليني ديال اليد، يعني كنجمع الخيط بالموليني ماشي بيدي.
وفي ديك اللحظه يعني الفليشه بقات كتطلع وكتهبط يعني ما بين الامعاء ديالها. مني قربت توصل عندي، وهاد اللحظه اللي تحلت الفليشه يعني تجمع الارضيه على ما اظن، او البطن ديالها كانت تفتح بزاف. فهاد اللحظه يعني طلعت الفليشه خاويه، يعني السمكه ما كتقاوم ما والو، ماتت يعني حتى طلعت الفوق، لكن الصفاو ما كانتش كثيره النار. ومن بعد منها بيومين غنصادف احد الاصدقاء اللي غيقول لي راه بالله راه لقاو واحد السمكه دانتي طالعه على وجه الماء. من سولت شحال الوزن ديالها قال لي 12 كيلو تبارك الله. وكانت هذيك اكبر سمكه دانتي اللي غادي نصيدها، يعني اكبر وحده، يعني هذه من بين اكبر الاسماك، يعني اكبر وحده، يعني اكبر وحده كانت فيها اقل من 10 كيلو. ونخلي لكم هذا الوزن ديال هذه، تخلوا لي في الاخر الفيديو شحال ممكن يكون فيها. شوف سبحان الله العظيم، السمكه يعني المعشوقه ديال الصياده، بالاخص الصياده اللي مختصين غير في الدانتي، يعني يشبعوا صيده في الاخير كيبقى العشق ديالهم لهاد السمكه، نظرا يعني كما قلت لكم العناد ديالها، يعني ما كتقربش من الصياد. كنشوفها بزاف لكن ما كنصيدهاش بزاف. ترى ما تيقش فاش لقيته، والله ما تيقش. كنقول واش هو شنو هذا، كنقول شنو هو هذا، ما كاين لا مير ولا زرقين لا والو. كانوا عجبو البرادعات في الجهه الاخرى، كنشوف فيه ناس واقف ما بين الحديد والحديد، ماشي كيدور. واش عرفتي بان لي بعيد بزاف، ولا زدت بحال كريشه غيهرب. عاود جبت الدوره ومشيت على الحديد من الجهه بحال هكا، بالتهلاق مشيت جبت الدوره ومشيت للجهه الاخرى ليها، وجيت وبقى بعيد بحال هكا. كندير عرفتي بلي عطيتها لي، عرفتي من ظهره شوف بيضرب من الفوق. ترى عرفتي شنو هو، راه نجيب واحد 8 كيلو انا. اه ماسك درتي راه في يدك ويا تيبا راه في يدك. تبقى شاد في الفيديو وبعد بشويه باش تبقى. مني شاف الصديق ديالي سمكه دانتي، وكيف ما كتعرفوا فهو يعني من الناس اللي كيعشقوا الصيد ديال سمك الدانتي. فاول غطسه غادي يدير وما غتكونش من حسن الحظ ديالو هاد سمكه الباج رويال الباكر، اللي يكون تقريبا 2 كيلو الوزن ديالها. فكانت جايه ميته، وفي لحظه قلبات الاتجاه. هنا اصدقائي انا غنعاود ندير غطسه اخرى. وكيف ما كتعرفوا اصدقائي، كل صياد كتكون عنده كتعجبو هاد الاسماك بزاف. خلوا لي في التعليقات اش من سمكه اللي كتعجبني انا بزاف، اللي كيعجبني الصيد ديالها، واش هضرت عليه في فيديوهات سابقه. وكما تشوف في فيديو سابق، فسمكه دانتي كضربت وحده وضاعت، ومن بعد يعني دازت واحد 10 دقائق او اكثر ورجعت لنفس المصيد ولقيتها ميته. الفرق في هذيك انني ضربتها وكانت بقات في القاع، يعني بقات في الارض، والسمكه الثانيه اللي قلت لكم ضاعت ولقاها الصديق فرا كانت على السيرفاس، داكشي علاش طلعت فوق الماء. هنا اصدقائي جهه اخرى من هاد السفينه الغارقه. هنا اصدقائي تكون سمكه بولبرادع من النصيب. ومن بعد هاد اللقطه اصدقائي غنهبط للقاع، يعني حدا الرمال، ونشوف شنو نوع الاسماك اللي كيجي من اللي جا من جهتها هاد سمكه بولبرادع. تبعوا معايا الفيديو ان شاء الله. وهذا كان توقيت الغطسه، يعني 2 دقائق 26. كانت الغطسه طويله، يعني تسنيت اسماك الدرعي باش تجي لكن ما جاتش. ومن الفيديوهات الرائعه هو الصيد في هاد لي زيباف، يعني في هاد السفن الغارقه، وكنجي خصيصا على اسماك الدرعي اللي غتشوفوها في الجزء الثاني ديال هذا الفيديو. باش ما نطولش الفيديو بزاف، هادشي اللي لاحظت يعني الاصدقاء كيعجبهم بزاف بحال هاد الفيديوهات ديال 15 دقيقه او اقل. بعض الاصدقاء اللي كيبغيو المده طويله، لكن ماشي كلشي كيبغي المده ديال الفيديو تكون طويله بزاف. هادشي علاش اصدقائي كنقول لكم التعليقات ديالكم راه مهمه. يعني الفيديو ملي كيكون لي لايك يعني الاعجاب، او كتكون فيه تعليقات اللي كتفيدني انا في المونتاج ديالي. البرادع مصدق دابا واش والو كاين ولا ماشي. كاين كيما ضرب قلت لي هذاك ضرب البريده ياك عري الكار ديك عراش غتعري سميتها السطل هذا قدات. لا هاك شد انت ولا حوص باش شد. يروح دخان.
دابا اصدقائي جا الدور باش ناخذكم معايا في الجوله باش نكتشفوا هذه السفينه. هذه السفينه اللي كبيره ما شاء الله. هنا يعني ما غنبقاش في الرؤوس ديال السفينه، يعني اخر غطسه كانت في الراس ديال هذه السفينه. فدابا غنهبط للعمق ديالها ونكتشف اشنو كاين في الجنب ديالها، يعني الجهه اليمنى كما غتشوفوها دابا، ومن بعد غنمشي للجهه اليسرى اللي فيها يعني الحفار بزاف وفيها يعني فين يتخباو الاسماك بكثره. وفي نفس اللحظه اصدقائي فهبط الصديق ديالي فيصل اللي غتكون الحصيله ديالو بعض الاسماك الاخرى ان شاء الله غتشوفوها في اخر الفيديو. وهنا كما كتشوفوا اصدقائي يعني كاينه اسماك صغيره، اسماك الكواريوم يعني كما كنقول لها. وبعض الاحصائيات اصدقائي نخليها لكم بالنسبه كيفاش كتكون الدور كبير ديال التعاليق ديالكم او لايك او ديزلايك، يعني اللي ما كانش اعجاب بالفيديو ممكن انكم ديروه باش كنعرف داك الفيديو واش عجبكم ولا لا. وكاينه حتى المساله يعني كاين احصائيات بالاخص، يعني كاين الاصدقاء بزاف اللي كيتابعوا الفيديوهات وما ما مشتركينش في القناه، يعني اللي كيوصل حتى 70%. وكاينه بعض الامور اخرى، هادشي كنقولوا كامل ماشي على الربح المادي، وهادشي هضرت عليه في فيديوهات سابقه. وممكن انني نعطيكم بعض الاحصائيات ديال اخر فيديو اللي كان الاي بي ام ديالو طالع مزيان 1.3 واللي كان الربح ديالو 10 دولار، يعني 10 دولار في الفيديو فراه والو، يعني سي غيان الا كان شي واحد يعني معول على الربح المادي من اليوتيوب. هادشي علاش كنقول لكم يعني اهم حاجه عندي من هاد الفيديوهات هو يكون الجمهور راضي بها ويكونوا المعلومات واصلين للجمهور، ومنها كنحط فيديوهات اللي كنعاود نرجع لهم انا وكتفرجوا فيهم العائله ديالي والوليدات ديالي ان شاء الله من بعد. يعني ما نبقاوش ديما كنصيدوا، غيجي واحد الوقت اللي غنرجع للفيديوهات ديالي غنبقى نتفرج فيهم، لان يعني العمر غادي كنكبروا تبارك الله، وغادي يجي واحد الوقت اللي ما نبقاوش نقدروا نغطسوا. يعني غنبغيو نهضروا على هاد الايام ولا هاد الزمن اللي دوزنا فيه، يعني هاد الوقت الزوين، هاد لي بون مومون، هاد الوقت الزوين. فهنا كنرجعوا للذكريات اللي موثقينها. هادشي علاش اصدقائي هنا اصدقائي في هاد الغطسه ما كان حتى شي سمكه، وكما كتشوفوا حتى العمق كان كبير، يعني العمق ديال 30 متر اللي صعيب بزاف، وكنوصل ليه يعني في اخر يعني ملي كنكون كنصيد بزاف. وهذا الفيديو كان في 2024 في شهر 6 2024، يعني مده طويله اللي داز عليه. وهادشي علاش يعني مده 5 شهور دابا ما صيدناش، والحمد لله موجودين الفيديوهات اللي ان شاء الله نبقى غادي معكم بنفس الريتم، فيديو كل اسبوع. يعني في بعض الاحيان كنقول غنبقى نحط غير فيديو واحد في الشهر، لكن الجمهور دائما كيتسنى الفيديوهات، كيتسنى الجديد، وانا معكم ان شاء الله ما حد مازال الدعم ديالكم ومازال التشجيع ديالكم. كنحاول ندير حتى تنوع في الحصيله. فهاد النهار كانت دانتي، المره اللي فاتت كانت درعي، المره المقبله الفيديو المقبل ان شاء الله يكون فيه الميرو، الفيديو اللي من بعد منه ان شاء الله نحاول ندير الفيديو الميرو الكوربين، من بعد منه ان شاء الله يعني كل فيديو كنحاول ندير لكم التنوع باش ترضي جميع الاذواق. هنا كما كتشوفوا في الساعه يعني العمق كانت فيه 30 متر، عمق اللي كبير بزاف واللي صعيب بزاف. وانا دائما ما كنصيدش في هذا العمق، يعني نادرا الا في بعض الظروف كما شفتوا في هذه، فكانت الصفاوه كثيره. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، والفيديوهات القادمه ان شاء الله غتكون رائعه. والا كانت الا لقيت الفرصه فراه غادي ندير 5 الفيديوهات او 6 في رمضان ان شاء الله. وري عليه وخليه يضربها بالشمس شويه. وريت كاري عليه وخليه يضربوا بالشمس شويه. خليهم يكرموا زعما ماشي حوده كاع كارمه. دابا اصدقائي جات فقره التصوير مع الاسماك، ومن هاد الاسماك كانت الحصيله ديال الصديق ديالي وهاد جوج الاسماك ديال بولبرادع، وتكون مازال حصيله اخرى ان شاء الله اللي غتشوفوها في الجزء الثاني ديال هاد الفيديو ان شاء الله. هذا احد الاسماك ديال الصديق ديالي، جوج السمكات، وكان من النصيب ديالي انا سمكه بولبرادع والدانتي. ومن بعد اصدقائي نمشيو لسفينه اخرى غارقه وغتكون فيها حصيله اخرى اللي غنخليها لكم مفاجاه في الفيديوهات القادمه ان شاء الله، ما يكونش مباشره من بعد هذا الفيديو. هنا كما كتشوفوا السمكه ما شاء الله سمكه الدانتي، نتمنى تكونوا جبتوا الوزن ديالها الحقيقي قبل ما تشوفوا في اخر الفيديو. واخا انا عارف اغلب الجمهور يعني كيتفرج في التلفازه يعني 60% او اكثر اللي ما كتاحش لهم فرصه باش يديروا التعليق. المهم يديروها في الخاطر ديالهم، شحال ممكن يكون التعليق، شحال يكون الوزن ديالها. وحتى الجمهور يسمح لي لانني ما فاتحش، يعني بعض الاصدقاء كيقول لك ما عندكش الجمهور بزاف، فهذا المحتوى صعيب يكون عنده الجمهور كبير، وبالاخص يعني كيكون ممنوع لنا نوريوه للدراري الصغار نظرا للخطوره ديالو. وهذا الشيء كتلاحظوه يعني اغلب
الاخوان اللي عندهم اقل من 18 عام فرق قليل فاش كيكونوا داخلين عندي القناه. وحتى المحتوى ملي كيكون نقي وعائلي فدائما كتلقاه ضعيف يعني في المشاهدات. والحمد لله يعني اللهم بهذا الشيء باش كنحاربوا التفاهه. يعني انا وواحد اخر كنديروا فيديوهات اللي تكون عائليه. هذا الشيء كله وتكون فيه مع بعض المعلومات اللي يقدروا يستافدوا منها. فهذا الشيء راه الحمد لله يعني كيفرحنا. انا اصدقائي راجعين عند الصديق ديالنا فيصل، يعني كنصوروا غادي نقرا منه وغادي ناخذوا دابا غنغيروا المصيد ومن وراها مباشره غادي تشوفوا ان شاء الله اشنو كاين الوزن ديال هذه السمكه. والى الفيديو القادم ان شاء الله. وحش هادو كيمشيوها في الراديين.